بسم الله الرحمن الرحيم، اخواتي وحبايبي واصدقائي عشاق متابعين قناة علاء حمام جول كيبر. انا طبعا بعبر عن سعادتي الكبيرة جدا جدا ان انا بلتقيكم من جديد. معانا كم خبر قنبلة قنبلة قنبلة. بس قبل ما نتكلم في الاخبار القنبلة هنتكلم عن ماتش الزمالك وسموحة. الزمالك اتبعتر خالص، اتبعتر. الزمالك واجه سموحة في كأس العاصمة ويا ريته ما واجهه. الزمالك اتغلب بهدف مع الرأفة. سموحة جاب كرة في العارضة وضيع يجي 3 انفرادات، وعواد اخر الماتش كده طلع من جونه بقى بيعمل حاجات غريبة. والعيال بتوع سموحة 2 افارقة، واحد اسمه بابا باجي والتاني مش عارفين يجيبوا جون والجون فاضي. حاجات غريبة. تقول لي في لعيبة كتير غايبة عن الزمالك، بس في لعيبة أساسية لعبت في اللقاء. عواد كان موجود، الونش كان موجود، عمر جابر كان موجود، محمود جهاد، سيف جعفر، آدم قيد، خوان بزيرة، أحمد شريف، عمرو ناصف، ونزل عدي الدباغ، ونزل ناصر منسي، ونزل لعيبة كتير جدا من الزمالك. الزمالك سيء سيء سيء. القضية مش في مباراة سموحة. الزمالك عنده مباراة يوم الأحد مصيرية أمام البلدية في دور 32 من كأس مصر. وهقول لحضراتكم ليه مصيرية. الزمالك بعيد عن الدوري، والكونفدرالية صعبة عليه، وكأس العاصمة مش هياخدها، ده في الباي باي. فممكن يتغلب من البلدية ويودع كأس مصر. هيبقى موسم صفري صفر للزمالك، مفيش أي حاجة. جماهير الزمالك على الصفحات الجماهيرية للنادي طبعا يعني في حالة غضب كبيرة، بتطالب برحيل عبد الرؤوف. بس مين هيمسك الفرقة؟ عبد الرؤوف رحل، الماتش يوم الحد. مين هيمسك الفرقة؟ يعني بعد 48 ساعة مين هيدرب الفرقة المهلهلة دي؟ دي فرصة للبلدية، فرصة للبلدية انه يطيح بالزمالك من كاس مصر. مشاهد صعبة حقيقة، مشاهد صعبة للزمالك، مشاهد صعبة للزمالك. لقاء الزمالك والبلدية الساعة 2:30 عصرا، يعني توقيت صعب قوي 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 قوي، حاجة صعبة جدا. هنتابع ونشوف، هنتابع ونشوف. محمد عبد الله نجم النادي الاهلي بيقول لك التواجد في الاهلي صعب، وصعب انك تكون موجود في التشكيل الاساسي. قال لك بسبب قوة المنافسة، منافسة قوية جدا. وقال لك انا ببذل جهد كبير، واهم حاجة عندي ان انا اتطور ومستواي يزيد. وطبعا عبر عن سعادته بالعروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة، لكن أعلن إن ترب مدير الفني للنادي الأهلي رافض تماما التفريط في خدماته. برضه ترب فاجئنا وبلغ إدارة الأهلي بتمسكه ببقاء كوكا. كوكا كان خلاص هيرحل للبرتغال، عنده عرض احتراف برتغالي، لكن ترب قال لك لا، كوكا يكمل. كفايه مفيش ديانج، كفايه مفيش ديانج. طبعا بعد ما انفردنا بخبر حامد حمدان وقلنا انه خلص مقابل 35 مليون جنيه وعارض احمد رضا موسم ونص، كل وسائل الاعلام قالت الخبر بعدينا.
صفقة المهاجم وفي أزمة بخصوص الواد اللي اسمه مابولولو، الواد الكونغولي اللي بيلعب في بولندا واللي معاه جنسية بولندية. المشكلة مش في ثمنه ولا في الراتب بتاعه، مشكلة في حاجة لن تتخيلوها. مين اللي معترض على الواد ده؟ كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب فجأة اعترض على الواد ده وطلب من الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة انه يتواصل مرة أخرى مع ترب وان نشوف حد تاني. طبعا الأهلي بيفاوض ديابتيه، يشوف حد تاني يفاوضوه مع ديابتيه. طب ايه سبب اعتراض الكابتن محمود الخطيب على اللاعب؟ هقول لحضراتكم دلوقتي. سبب اعتراض الكابتن محمود الخطيب على اللاعب طوله. طول اللاعب طوله 175 سنتي. طوله 175 سنتي. مشهد التاني ان اللاعب اهدافه بالراس قليله جدا، 175 سنتي. فالكابتن محمود الخطيب شايف ان الصفقه دي مش هتكون مفيده والاهلي هيدفع فيها ارقام كبيره. اقل حاجه يبقى 185 188، لكن 175 سنتي. كابتن محمود الخطيب غير متحمس خالص. الاهلي بيفاوض اللاعب وبيفاوض ناديه، لكن مساله قله اهدافه بالهيد او بالراس، مساله الطول، خلت كابتن محمود الخطيب يقول لسيد عبد الحفيظ تواصل مع ترب يحط بديل ليه. يحط بديل ليه. هنتابع ونشوف. ممكن الاهلي يعود ويفاوض زكريا الدهشوري، لاعب لوبورتيفو لاكرونيا الاسباني. ده راجل مغربي وجته كده، حاجه تفرح. ممكن الاهلي يعود ويفاوضه تاني. هنتابع موضوع مابولولو. طبعا الاهلي بيلعب ماتشات صعبه في افريقيا وحتى في الدوري، موضوع مش سهل. وفي نموذج كان ناجح مع الاهلي، لا ننكر نجاحه. هو رحل بشكل مش جيد لكن كان ناجح مع الاهلي وخلى اداره الاهلي عايزه نفس النموذج ده. وسام ابو علي. وسام كان حاجه ما شاء الله، اعتقد كان طوله 190 مثلا، كان حاجه جباره. فنموذج وسام مركز في ذهن اداره الاهلي. هنتابع ونشوف ايه اللي هيحصل في الايه، في افاميكو مابولولو. هنشوف ايه اللي هيحصل في الصفقه دي. النادي الاهلي بعت مذكره احتجاج للكاف، والنادي الاهلي متضايق جدا جدا من الكاف. الاهلي اعترض في المذكره اللي بعتها على العقوبات اللي خرجت ضد فريق الجيش الملكي المغربي. حضراتكم عارفين ان مباراة الجيش الملكي المغربي اللي اتلعبت في المغرب تم فيها استخدام آلات حادة. في سكينة معجون رشقت في دماغ تريزيجيه، وزجاجات مياه وشماريخ، واعتداءات على الجهاز الفني للأهلي وعلى دكة الأهلي، وهجمات للأهلي يترمي كور في الملعب. كانت مهزلة. مهزلة دي كلها بقى الكاف عمل فيها ايه؟ لعيبة رشق بسكينة معجون في نافوخه. الكاف عمل ايه بقى بعد المهزلة دي كلها؟ عاقب الجيش الملكي المغربي
انه يلعب ماتشين من غير جمهور، عشان الراجل اللي رمى سكينة المعجون عنده سبوبة، عنده مرمى، عنده شقة كده هيديها ايه كام سكينة معجون، هيصنفر الحيطة وتك تك تك شت 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 شت. عنده ايه طلعة معجون، عنده مرمى. فالكاف قال لك الراجل بتاع المعجون مش هيكون موجود في الماتشات دي، معلش يا بتاع المعجون، خد سكينتك اللي رشقتها في دماغ تريزيجيه وروح شوف ايه المرمى اللي وراك، شوف المرمى اللي وراك. قال لك الجيش الملكي المغربي يلعب ماتشين بدون جمهور، ويخلي الراجل النقاش ده يروح يشوف مصلحته، طبعا تقديرنا واحترامنا لكل اخواتنا النقاشين. وقال لك تغريم الجيش الملكي المغربي 100,000 دولار، ما يدفعهمش دفعة واحدة، لو معذور ممكن يدفعهم على دفعتين. فطبعا عقوبات هزيلة. افرض لا قدر الله طبعا سكة المعجون دي يعني ما جاتش في دماغه وجات في عينه وجات في حاجة تانية، مشهد طبعا صعب جدا. فالاهلي تقدم بمذكرة احتجاج وانه مش راضي على العقوبات دي، كل المهزلة اللي حصلت دي، وفي الاخر تقول لي ماتشين بدون جمهور 100,000 دولار يتقسطوا. ده مشهد. وجماهير الجيش الملكي المغربي كانت بتخبط على اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي قبل المباراه وبعد المباراه. مشهد طبعا صعب. هنشوف الكاف هيعمل ايه، بس الكاف ده ايدك منه والارض. اشتركوا في القناه، ادعموا قناه علاء حمام جول كيبر، عشان العيال حراميه. عندنا بقى يا جماعه ترب بعد ساعات عنده لقاء قوي لاتصالات كاس مصر، وعمل محاضره ناريه للعيبه. اتكلم مع اللعيبه اللي معاه انه عايز اداء وحماس وقوه جوه الملعب، وحذر من الاخطاء الدفاعيه. اتكلم مع العش وياسين مرعي وداري وكل المدافعين اللي معاه. بيكهام عنده الام في ظهره، الف سلامه عليه وربنا يعافيه، ممكن ما يلحقش اللقاء. المهم ترب حذر خط دفاعه من التهاون او السرحان، وراجل طبعا عايز يحقق المكسب. للاسف حتى الان الاهلي مش لاقي نادي لجراديشار. النادي الروسي اللي كان عايز جراديشار عرض على اللاعب في الموسم 400,000 دولار، طبعا رقم بعيد. اللاعب ياخد 1,500,000 دولار من الاهلي. الاهلي كان عنده نية واستعداد يساهم بجزء من راتب اللاعب، لكن الامر ما يوصلش انه يساهم ب1,100,000 دولار، رقم خيالي. كان ممكن لو النادي الروسي ده يدفع 1,100,000 دولار كان الاهلي ساهم ب400,000 دولار ويزق جراديشار على روسيا، لكن للاسف الموضوع ما نفعش. والاهلي بيسعى لتسويق جراديشار زي ما بيسعى لتسويق الاخ اشرف داري. قفشه عنده عرض سيراميكا، عرض من الاتحاد الليبي او اسف اهلي بنغازي الليبي، وجاله كمان عرض من نادي الزوراء العراقي، واللي بيدرب الزوراء العراقي كابتن عماد النحاس. اسماعيلي فاز على بيراميدز او شباب بيراميدز 3-1 في كاس الرابطه او كاس عاصمه مصر. نادي الفرج صفقه الاهلي الجديده سجل هدفين في اللقاء، ونادي الفرج هينضم للاهلي خلال ايام قليله لدعم مركز صانع الالعاب مقابل 50 مليون جنيه. والاسماعيلي هيفتح القيد بعد النادي الصربي درينك ما رفض التنازل عن اوسو الواد بتاع غانا، واد الحريف الجامد
طبعا الاهلي تقدم بعرض مقابل 2.5 مليون دولار. النادي رفض يسيب اوسو. الاهلي دلوقتي بيدور على بديل. طبعا اوسو كان هيجي يتأيد تحت السن، لان الراجل عنده 19 سنة وكام شهر. كده الاهلي بيدور على بديل في مركز صانع الالعاب. هنتابع ونشوف، هنتابع ونشوف. منتخب مصر عنده لقاء جنوب افريقيا في افريقيا بعد ساعات قليلة. حسام حسن دافع عن الشناوي، وقال لك الشناوي بالنسبة لي افضل حارس في افريقيا، وقال لك لا انظر الى الانتقادات اللي بتوجه له. يبقى كده الشناوي هو حارس المنتخب بعد ساعات قليلة. رامي ربيعة مرشح يكون موجود جنب ياسر ابراهيم. محمد حمدي تعافى، لكن كفة فتوح اعلى. محمد هاني موجود. مهند لاشين هيكون له دور في اللقاء. حسام حسن مش عايز يتغلب في المباراة، شايف انه لو اللقاء طلع تعادل مفيد بالنسبة له. شايف ان اقوى فرق المجموعة جنوب افريقيا. مباراة مش هتكون سهلة. حسام حسن بيقول لك جنوب افريقيا او المنتخب بيلعب بطريقة سان داونز، الكور السهلة والقصيرة، والخطوط بتقرب قوي من بعض. ولك اعتقد اللعيبة اللي معايا متعودة على اللعب ده، سواء لعيبة الاهلي، بيراميدز، الزمالك، قبلوا سان داونز وعارفين طريقة لعبه. تريزيجيه بيقول لك هدفنا الفوز بكأس الأمم. بنحترم جدا منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب قوي، ولابد من تحقيق المكسب. طبعا سنة 2019 هنا في القاهرة جنوب أفريقيا فازت علينا بهدف على ما أتذكر في دور الثمانية أو دور ال16. ودعنا البطولة. جابوا ساعتها الهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. مباراة مش هتكون سهلة، مباراة مش هتكون سهلة. هوجو بروس مدرب جنوب افريقيا بيراهن على فوز فريقه وانه هيتأهل للدور ال16 من مباراة مصر. وقال لك رغم احترامي لمصر واحترام الفريق المصري، لكن عنده اللعيبة اللي قادرة تتفوق على الفريق المصري. عموما طبعا احنا نتمنى فوز مصر، نتمنى فوز مصر. عندنا بقى يا جماعة الصحافة في المغرب بتراهن على محمد صلاح ومرموش الاتنين امام جنوب افريقيا. بتقول ان ظهور صلاح ومرموش بمستوى فني جيد هيعلي كفة المنتخب المصري وهيخلي المنتخب المصري يقدر يحقق المكسب. نتمنى ان شاء الله تألق صلاح ومرموش. مادام جبنا سيرة صلاح، صلاح مسجل 8 اهداف في افريقيا. اللعيب اكتر لاعب مصري مسجل اهداف كابتن حسن الشاذلي 12 هدف، بعديه حسام حسن 11 هدف. طبعا فرصة كبيرة جدا ان ابو صلاح يعدي حسام حسن. ابو صلاح يعدي حسام حسن. الاهلي مستني الاوكي في صفقة احمد طارق مدافع زد. الاوكي من مين؟ من ترب، علشان يحسم الصفقة. عمر فايد في صعوبة جامدة قوي في الصفقة. فنربخش رافض يسيب اللاعب اعارة، عايز 3 مليون دولار كاش. والاهلي عايز يجيب صانع العاب، عايز يجيب مهاجمين افارقه. فيعني بيشوف بدايل لعمر فايد. فاحمد طارق مدافع زد مرشح بقوه. زي ما قلت لحضراتكم الاهلي مستني الاوكي من ترب علشان يتكلم مع زد ويخلص اللاعب. قلنا
او انا قلت قبل كده ان مروان عثمان مهاجم سيراميكا موجود في حسابات الاهلي، لكن طبعا الاهلي بيسعى بقوه انه يخلص موضوع المهاجمين الاجانب. بعد ما خلص توريه وتوريه تحت السن، عايز يجيب 2 فوق السن، والدنيا مش سالكه خالص ومش ماشيه خالص. بعد ما كان مابولولو ده قريب جدا، مساله طول اللاعب قال الكابتن محمود الخطيب، وشايف لو في بديل افضل وطويل هيكون مفيد للاهلي، هيكون مفيد للاهلي. هنتابع ونشوف. طبعا الاهلي جد جدا في صفقاته، بس الامور ما يعني محتاجه همه شويه، الامور محتاجه همه شويه. اللي بيقول لي توقعاتك لمباراه مصر وجنوب افريقيا التعادل 0-0 او 1-1، 0-0 او 1-1. اللي كاتب هزيمه مصر، نتمنى فوز مصر، نتمنى فوز مصر 2-0، مش هزيمتها 2-0. نتمنى فوز المنتخب، حتى وان كان المدرب برضو على قده، احنا نتمنى فوز المنتخب. واحنا لو فزنا وعملنا نتيجه ايجابيه بامكانيات اللعيبه، احنا فاهمين في الكوره كويس قوي وناس قويره، وعارفين ان امكانيات اللعيبه اللي هتفرق معانا مش المدرب. نتمنى فوز المنتخب. اشتركوا في القناه، شيروا اللايف. اخواتي وحبايبي واصدقائي، بشكركم جدا جدا. كان معكم الناقد الرياضي علاء حماد.